من المقهى إلى المكتب الخفي الذي كان يساهم في صنع الثورة، كان يغلق بابه ويخفيه بكراسي المقهى المجاورة حتى يمكن الشباب من العمل بعيدا عن أعين المخبرين المجاورين له. واللحظة هذه نسلموها للشباب، مش احنا باش نشدوا المراكز ولا نشدوا الكراسي ولا نشدوا المناصب، هذه نسيبوها للشباب، هما اللي يلزمهم يصنعوا الامل والمستقبل لتونس. ثم رزق كبير يعني عملناه باش وصلنا للدرجه هذه، يعني اللحظه التاريخيه اللي تشوف فيها الباب معلول مو سهل، يعني هذا واحد ضحى باهله وبولاده وبداره من اجل باش نوصلوا الكلمه هذه للعالم وللدول العربيه. هذه شنو اللي يلزم الناس تفهموا. ما خدمناش هكاك، خدمنا يعني في الاوقات الحرجه، مش خدمنا وقت اللي تويكا ولا الامان في تونس نخدموا. عائلة أحمد بمنطقة المحمدية بضواحي العاصمة تونس حيث ولد ونشأ لم تسلم من الاضطهاد السياسي، وقد يكون ذلك ما أكسبه وعيا سياسيا على الرغم من رفضه الانخراط في العمل السياسي المباشر. بارك الله فيك، إلى اللقاء. لم يهرم أحمد الحفناوي أو أحمد هرمنا كما صار يلقب بعد الثورة، بل أمدته الثورة بنفس جديد به سيواصل رسالته في بناء تونس الغد مع الشباب مثلما ساهم معهم في إنجاح الثورة. لطفي حجي، الجزيرة، من منطقة المحمدية بضواحي تونس العاصمة.